السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هناء من مطبخ الهنا. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الطحال بس بطريقة حلوة قوي، ان شاء الله هتبقى خفيفة. انا حطيت دلوقتي مية على النار علشان تغلي، علشان احنا هنسلق الطحال مع بعض. ده نص طحال، هو المفروض يبقى طحال كامل على بعضه، ما يبقاش مقطوع منه حاجة خالص، يعني عشان خاطر هو الطحال كله عامة دم، فما ينفعش يتقطع منه علشان خاطر ما يخرش الدم اللي فيه كله. فانا عشان كده بقى هو طلع نصيبنا نص طحال، فطبعا انا هعمله برضو مش هيجراله اي حاجه، لان انا حافظت عليه، حطيته على طول في الفريزر، جمدته بحيث ما ينزلش اي دم ولا اي حاجه. انا فعلا غسلها اهوت وما نزلش حاجه اهو، زي ما هو ناشف اهو. فانا عشان كده بقى هعمله معاكم دلوقتي. هنسلقه عادي جدا، طبعا الشوربه بتاعته مش بتشرب المرقه يعني، فعلشان كده انا حطيت ميه على النار، حطيت فيها معلقتين خل، واحط فيها كمان عصير ليمونه، مش هحط الليمونه بحالها، هحط العصير بتاعها، واحط بصلتين صغيرين خالص او بصلايه كبيره زي ما انت حابه يعني، ومستكه وحبهان، ورق لورا، وحته قرفه صغيره مش كتير يعني، بس طبعا الحبهان انا فاتحاه اهو، لازم تبقي فاتحاه بحيث الحاجات اللي جواه دي اللي بتعمل الريحه الكويسه هي اللي تطلع، هي اللي تخلي ريحه الطحال معانا جميل جدا. اولا انا هحطه على النار ساعه ما الميه تغلي، بس هنروح على البوتاجاز. اهي يا بنات الميه غليت اهي، ورق اللورا حطيته والليمون وكل حاجه حطيتها فيه. طبعا انا غسلت الطحال كويس قوي اهو. بسم الله، احنا كده سقطناه في الميه، هنسيبه يستوي براحته خالص، يعني ياخد الوقت اللي هو عايزه، مش هنيجي يمه خالص الا لما يستوي. اما يستوي ان شاء الله نرجع سوا. والمره التانية لازم الطحال يتغسل كويس يا بنات بخل وليمون وملح، ويتنقع فيهم شويه حوالي 5 دقايق، ما تكترش في نقعهم قوي عشان خاطر ما ينزلش زي ما قلت لكم الدم بتاعه. فهو طبعا شوفي ما نزلش دم ولا حاجه في الميه اهو، لان طبعا انا بقول لكم انا جمدته على طول، فحفظ الدم اللي فيه زي ما هو اهو. فطبعا هو كده هيغلي بس شويه لما يستوي، وهنرجع نكمل مع بعض تاني. ادي يا بنات الطحال اهو، انا حاطه بس الطاسه على النار عشان تسخن، غسلها كويس وحطها تنشف. الطحالات انا يا دوبك قشرت برد خالص، طلعته من النار بعد تقريبا نص ساعه، وسبته اما برد خالص، وقمت رايحه مقشراه حشت الجلده اللي عليه، لان بيبقى عليه جلده رقيقه، وخرطته بالطريقه دي كده طرنشات كده اهو. هو كده كده جامد يعني اهوت لانه برد خالص. هحط بس شويه زيت على النار يسخنوا وهنحمره سوا. انا حطيت الزيت اهو، هو سخن معايا خلاص. انا معايا فلفل اسمر بملح، انا كده كده حطيت يا بنات، انا بس براجع الفيديو لقيت الجزء اللي فيه اللي طلعت منه الطحال من الميه وحطيت عليه فلفل اسمر يكمل سوا، كل الجزء ده اتمسح، معلش انا اسفه. فانا كده كده حطيت فلفل اسمر، حطيت له فلفل اسمر وذره ملح، كمل 5 دقايق بعد ما حطيتهم وقمت طافيه عنه. فانا دلوقتي بقى هحمره وهحط برده عليه فلفل اسمر بملح، يعني فلفل اسمر بملح، الفلفل الاسمر اللي عملنا تحويجته سوا من حلقتين 3 كده اهو، عشان ما ناخدش وقت بس مع بعض. هنحمره كويس. ادي يا بنات شكل الطبق بعد ما حمرناه، انا بس ما عملتش فيه حاجه غير اني حطيت عليه فلفل اسمر مملح زي ما قلت لكم بس، وما خدش معانا اي وقت خالص، برده زينا زي ما عملنا الكلاوي بالظبط. فانا ان شاء الله هحاول اعمل معاكم الطحال بمره تانية بالخضار كده يعني في الفرن ان شاء الله. هو ليه مليون طريقه، وانت حسب ما انت حابه تعمليه، يعني مثلا حابه تعمليه ببيض ماشي، عايزه تعمليه في صينيه في الفرن ماشي، عايزه تعمليه بخضار بس سوتيه كده على النار ماشي، زي ما انت حابه. دي طريقه من الطرق بتاعته، ويا رب تعجبكم، والف هنا وشفا.